السلام عليكم أصدقائي الحلوين. هنعمل النهاردة منتجات بلبن. أول حاجة عشان نعمل فيها المنتجات بتاع بلبن دي هنعمل الطبق البلاستيك دوت، هنعمل ضغط بالبلاستيك ونعمل أطباق صغيرة، الصواني الصغيرة دي. طبعا هو لونه أسود في الحقيقة، فهنديله لون أسود، يا إما تلونوه بسيراميك، ألوان سيراميك، أو تعملوا له سبراي. تمام، تعملوا مثلا 2 3 4 زي ما انتوا عاوزين. المهم هنجيب عجينة السيراميك ونقطع كده جزء كده مستطيل يكون بسمك شوية، عشان ده اللي هنستعمله في الأساس، اللي هو القاعدة الأساسية اللي هنبني عليها بقى أنواع اللي بلبن اللي احنا عاوزينها. نديله تأثير، بنستعمل هنا ورق اللي هو الصنفرة، ونديله كده تأثيرات من هنا وهنا، ونحطها في الطبق اللي احنا لوناه أو ادينا له سبراي باللون الأسود ونلزقه. خلاص، هنعمل اول نوع هنستعمله هنعمل مثلا اللي هو ايه بالمانجا. تحبوا نعمل بالمانجا؟ طيب يلا نحضر التانية بس اهي كده، وبعدين نحطها بنفس الطريقة ونديلها التكتشرز بتاعتها ديت بالصنفرة، ونروح حاطينها في الطبق التاني اللي احنا عملناه بالبلاستيك ولوناه باللون الاسود. تقدروا تثبتوها او ما تثبتوهاش، مش اشكال، لان هي لما نحط احنا بقيه المكونات عليها هتتثبت. هنجيب بقى هنا عجين السيراميك نكون احنا مدوبينها في الميه، عاملينها سوفت كده اهوت، ونحطها هنا في الطبق، عشان دي اللي هنستعملها، يا نعملها هي الكريمه، يا هنلونها ونعمل بيها ايه الصوصات اللي هي بتتحط على المنتجات بتاعت بلبن. اول واحده كده هنا هنحطها ونضغطهم كويس جدا. انا بحب احضرها في علب عشان لما اجي استعملها تبقى سهل عليا. لو عاوزه اخففها اكتر هضيف لها شويه ميه، لان عجينه السيراميك بنسيحها او بندوبها بالميه. تمام كده، ونشوفها كده كويس ونسيحها بحيث ما يبقاش فيها كده اجزاء جامده، لانها مش لما تيجي تحطوها على الطبق مش هتبقى حلوه، وتقدروا تفردوها. هناخدها جزء جزء كده واحطها واغطي بيها الجزء اللي انا كنت حاطاه ده، خلاص كأنها كريمه. طيب ممكن بعد كده اروح حاطه جزء من تحت والزقها في الطبق، وهو ده كفايه ان انا اقدر الزق بيها في الطبق، او ممكن نلزقها في الطبق بعجينه بالبي في جلو او الغيار الابيض، اللي انتوا عاوزينه. تمام، نحط بقى الكريمه ونفردها كده اهوت، ونحاول نغطي كل الاجزاء، بس ما تعملوهاش مستويه قوي، لا، عاوزينها تبقى طبيعيه، فنخليها كده فيها ايه شويه حركات. شايفين عامله ازاي؟ كأنها كريمة. طبعا ده عجينة السيراميك دي اديت لها تاتش بيضة، لان عجينة السيراميك انتوا عارفين لما بتنشف تبقى شفافة، فمش هتديني التأثير ده، فاديت لها لون ابيض علشان يبقى شكلها كده. خلاص، طيب هنجيب بقى ايه الباقي ده العجينة دي. شوفوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي. هجيب عجينة سيراميك تانية برضو واديها اللون برتقاني شوية كده، عشان انا عاوزة اعمل قطع المانجا، وابتدي بقى بعد ما اديها اللون المانجا اللي انا عاوزاه اقطع كده مربعات صغننه كانها اشكال مش متساويه. خلاص، كاننا قطعنا المانجا حتت كده مش متساويه، ونسيبها على جنب. نجيب بقى جزء منها، انا عاوزه اعمل الصوص بتاعت المانجا، فهجيب عجينه السيراميك واضغطها كده اهوت، ادوبها يعني، احط شويه ميه وافضل ادوب فيها كده اهوت مع ضغط خفيف لغايه ما تتجانس معايا وتديني الانسيابيه اللي انا عاوزاها، وتبقى كانها مانجا كده. شايفين؟ عصير مانجا مثلا او كريمه مانجا. وبعدين اخد جزء منها كده واحطه. طيب نيجي بقى هنا السمك ده انا عاوزاه يبقى اخف شويه، اضيف له شويه ميه وافضل اضغط او يعني كده لغايه ما اوصل للسمك او يعني ان هي تبقى ايه، يعني بصوا عامله ازاي كده اهوت. ما تخففوهاش قوي وما تخلوهاش تقيله قوي. اوكي، ساعات تبقوا لازم تعملوها خفيف يعني سوفت قوي علشان تنزل من الجناب. اوكي، انا في الحاله دي مش عاوزه كده، انا عاوزاها تبقى لزجه شويه. خلاص، وطبعا نفس اللون اللي انا لونت بيه المانجا بالسوفت باستيل هو اللي هحطه في الصوص. هنجيب بقى هنا الطبق، شوفوا انا بلزقها ازاي بقى. هنجيب الطبق ونحط الصوص دي من تحت، تمام، ونفردها في الطبق كله من الجناب من كل حته كده اهوت. فانا مش محتاجه بقى احط لا غيره ابيض ولا احط بي في جلو عشان الزق الطبق كله مع بعضه، دي كفايه تلزقها مع بعض. وبعدين نحط ده كده في النص، تمام، ونيجي بقى ايه نعملها في السنتر بالظبط في النص، لانها لو نشفت مش هنقدر نغيرها ولا نقدر نبدل الشكل. نظبط تمام كده،
نجيب بقى شوية من الصوص تاني اهو شايفين، ونبتدي نحط فيه قطع المانجا المربعات اللي هي المكعبات دي اللي احنا حطيناها، ونبتدي نوزع من فوق ونحطهم جنب بعض. ما تقلقوش لان ده هيلزقوا مع بعض تمام كده. حطوا بقى زي ما انتوا عاوزين اهي شايفين بالمنظر الجميل ده. لو تحبوا مثلا قطع مانجا تبقى واقعة على الحروف من هنا ومن هنا ممكن، بس ما تكتروش قوي علشان ما تضيعوش منظر الطبق، عشان يبقى واضح ان هنا في صوص وهنا في القطعة اللي هي بلبن وهنا في المانجا اللي هي القطعة تمام كده. لان لما هتنشف كله هيمسك في بعضه، احنا مش عاوزين ده، احنا عاوزين نبين الخطوات بالتفصيل. خلاص احتجت بقى اجي انا شوية صوص من هنا احطهم ما بين بعض ما بينهم كده هوت، بس ما غطيهمش علشان تبان قطع المانجا. خلاص تمام اهي، ونحطها. بصوا كده ايه رأيكم في الشكل؟ بصوا اول ما هتنشف هتمسك كلها في بعضها. انا مش عارفه اسمها ايه بصراحه عند بلبن، اكتبوا لي انتوا في الكومنت، انا ما اكلتش منه خالص، قولي لي انتوا في الكومنت دي اسمها ايه. التانية بقى عاوزه اعملها اللي هي بتاعت البيستاشيو الفستق تمام. نفس الفكره، هنجيب عجينه سيراميك ونديلها اللون الاخضر الفستقي ده بتاع الفستق وبشويه ميه، ونقلب لغايه ما نوصل للسمك بتاع الصوص اللي احنا عاوزينها تمام كده. بصوا كده كويس ولا ايه؟ على حسب بقى. لا اهي بصوا كده بقى كويس. نفس الطريقه نحط شويه من الصوص تحت كده، نحطهم في كل حته اوكي. وبعدين لو تحبوا تحطوا غير ابيض في الصوص دي شويه مفيش مشكله. بعدين نحط ونجيب بقى ايه قطع الفستق اللي احنا ايه مقطعينها صغنونه دي، ونلخبطها شويه بالصوص الفستق كده اهو، مش كتير. لو لاحظتوا انا عملت ايه، حطيت كده اهوت يا دوبك على الحرف عشان يبقى مفصولين من بعض، متبقاش الموضوع كله كده داخل في بعضه ومش باين معالم الطبق كله على بعضه. خلاص نفضل نحط اي مكان فاضي او فارغ نحط فيه. وبعدين اعتقد ان الطبق ده بيبقى فيه كراميل كمان، صوص كراميل اهي نفس الفكره صوص الكراميل، ونحطه نخليه بقى ايه، نخلي صوص الكراميل يبقى ايه يعني سايح اكتر عشان ينزل من على الحروف اهي شفتوا، ونلخبطه مع بعض كده هو كله هيلزق في بعضه ما تقلقوش. وبس مش هيلخبطوا الشكل، هيبقى باين التفاصيل اللي فيه. بصوا كده ادي بتاعت المانجا وادي بتاعت الفستق تمام. دي بقى حاجات تانية انا مش عارفه اسمائها والله، اكتبوا لي انتوا في الكومنت. ان شاء الله لو تحبوا نعمل جزء تاني ونكمل فيه بقيه الاشكال بتاعت بلبن. في طبعا حاجه كراب كده هوت، او في هوريها لكم دلوقتي بس مش عارفه اسمها ايه. الكراب تقريبا بصوا دي معرفش اسمها ايه، اللي يعرف يقول لي اهي. والنوع ده اللي هو الكراب اللي هو بالشكل ده. طبعا العلبه اتعملت من الكرتون وهو كده. اتمنى انها تعجبكم، اكتبوا لي في الكومنت انتوا عاوزين الجزء الثاني ولا لا. بحبكم، باي باي. Thanks for watching. If you really like the video please share, subscribe and turn the notification on. Bye bye.